قصة موضوعها إنسان، تسمو العواطف فيه والوجدان، تبدو عليه مكارم وشمائل قد خصها في شخصه الرحمن. ذودا عن المستضعفين ونصرة للحق لا إثما ولا عدوان. ذودا عن المستضعفين ونصرة للحق لا إثما ولا عدوان. هذا هو الإسكندري بعينه، تسكو الجراح عليه والأحزان. هذا هو الإسكندري بعينه، تسكو الجراح عليه والأحزان. يقسو عليه هوى ابنة في قلبها ببني أشناس الأسى ففقالوا. يا حسن حب ليس فيه مواجع، أب تشب بقلبه نيران. من اشترى هذه المشتريات يا بركة؟ أنا. يبدو أنه لا حيلة لي في طيبة قلبك وسرعة اندفاعك دون روية يا بركة. كنت ألبي رغبات سلام. كان عليك انتظاري لأوافق. أبي، إن الموقف لا يستدعي ذلك الانزعاج. فعلا، ولذلك لن تزوري تلك السجينة. قد وعدتها يا أبي. لا يحق لها أن تتمسك بوعد منك. لكنني أتمسك بوعدي. هي كلمة لن أكررها، لن تزوري تلك السجينة. إلى المطبخ يا بركة. وهو كذلك. سلامة، لن تفسد مسألة تلك السجينة ما بيننا. ما من شيء يستطيع ذلك يا أبي. نعم ما أسمعه يا سلام. ومع ذلك أنا في حيرة من رفضك، لست أفهم الأسباب. ما من أسباب معينة. ماذا إذن؟ مجرد أني لا أريد لك المزيد من التأثر والحزن. على كل حال لن أفقد الأمل في السماح لي بزيارتها. ربما فعلت. أرجو تنفيذ هذا الوعد هذه المرة. يا له من لوم رقيق، كأنك تلمحين إلى أني أماطل في تحقيق وعودي. تماطل عندما تريد ذلك. مثلا؟ تتمة حكاية حياتك، أما سبق وأن وعدتني بإطلاعي على المزيد منها، حتى الآن لم تفعل، وأنا أسمي هذا مماطلة. حسن، نخوض في قصة حياتي كما تحبين. تمهل إذن. لما؟ سأعد لك تشكيلة من الحلوى، لابد وأنك متعب، فالحلوى تمنحك القوة وتساعدك على السرد. نعم، لابد من الحلوى إذا تكلم الإنسان في المر. كفى يا أمي، أنا لا أحب الحديث على هذا النحو. ويحك يا مراد. أمي، إني أكلمك عن جمال تلك الفتاة دموع، وعن وفرة المال لديها ولدى أمها. إنما أريد لك الخير يا ولدي. أنا لا أريد الكلام بهذا الخصوص. فما الذي تريده إذن؟ الكلام عن سلام، وعن سلامة فقط. وماذا أفعل بعناد أبيك؟ نتغلب على عناده.
وتحملينه على طلب يد سلامة. نعم يا أمي، لقد وعدني أبي بالتقصي عن حقيقة أمر والدها، ولكنه يماطل. أبي يماطل يا أمي، يماطل، وإذا ما يئست فلسوف ماذا؟ الله أعلم، ولكنني لن أترك لأبي حرية أن يحرمني حياتي وأن يطفئ شبابي بالوعود إثر الوعود. اسمع يا مراد، قول يا أمي. إنك لا تستطيع إلا أن تعترف بقلب أبيك الكبير وحنانه. نعم، إلا في موضوع سلامة. ربما لأبيك عذر. أي عذر يا أمي؟ أي عذر؟ الانشغال. والدك مشغول بمهام منصبه الكبير، وفي شواغله أمران يقضان مضجعه: عداوة رجاء بن أيوب ونوايا أمير المؤمنين تجاهه. نسيت شاغلا آخر: الاستعداد لحرب محتملة مع تيودورا. صدقت، ولهذا يجب أن لا تضيف إلى مشاغله مسألة سلامة، باستطاعة سلامة أن تنتظر. ما أصعب الانتظار وما أمره. المر يحلو بالصبر عليه. وأخيرا صدر أمر الإسكندري بالاستعداد لسرحة مشهودة، وسأراك يا طليع على محل، سأراك وسأرى الحوش. وعندما قررت أن أجمع المال انتقاما من ذلك الفقر الذي دمر حياتي، عندما قررت ذلك جعلت لنفسي قوانين ثابتة لا أتهاون في التخلي عن أي منها. وما تلك القوانين؟ أولها القوة الشخصية والذاتية، وبمعنى واضح القدرة على كبح جماح النفس، فالنفس وأهواؤها العدو الأكبر لكل طامح. المهم تلك القوانين. الصوم، جعلت لتأديب نفسي أسبوعا في أول كل شهر، ذلك الأسبوع للصوم على أنواعه. وهل الصوم على أنواع؟ طبعا يا سلامة، أصوم يوما عن الكلام، ويوما عن الطعام، ويوما عن الإساءة، ويوما عن الاختلاط بالناس، ويوما عن الكسب. الله. وهكذا وضعت نفسي طوع أمري، فكنت سيد نفسي. سؤال يا أبي. قولي يا سلامة. المال قد كثر لديك حتى أني لا أقدر على حصره، فلماذا لا تنهي المعركة معه وتقعد لإنفاقه؟ قد لا أستطيع إنفاقه مهما طالت بي الحياة، إلا أني صاحب قواعد ثابتة أجمع المال لأحمي به الخير الذي أحب. أحيانا أحس يا أبي بأني لا أفهمك. ما أسهل أن تفهمي يا سلامة. كنت رجلا أفقدني الفقر كل أسباب السعادة وجردني من حقوقي كإنسان. أردت المال لأعود به إلى طعم الإنسانية، هذا كل ما في الأمر. ألم تر أن المرء طول حياته معنى بأمر لا يزال يعالجه؟ كذلك دود القز ينسج دائما ويهلك غما بالذي هو ناسجه. لا أخشى إلا أن أجد نفسي ذات يوم دودة قز قد أهلكها ما نسجت. لا 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 يا سلامة، يجب أن تحافظي على نعومة يديك. يقولون إن الأيدي الناعمة تحتاج أبدا إلى من يخدمها. هذا صحيح، وإن عز الخدم. عند ذلك تفضل الأيدي الناعمة الجوع والموت. أعوذ بالله يا عمة، هذا كلام بعيد كل البعد عن التعقل. وكيف؟ تتساءلين وأنت تعلمين قبل أن يعلم سواك
أنه ما من حال إلا وتحول، ومن الخير للمرء أن يعتمد على نفسه. لو ساعدتك الآن لتشهيت الطعام أكثر، ولربما انتفعت به أكبر. سأترك لك مساعدتي في وقت ما، إنما ليس الآن. ما بالك يا سلامة؟ هل أنت متكدرة؟ هل أزعجك كلامي؟ لا، إذن لست أدري لماذا لا أستطيع نسيان تلك السجينة المسكينة. والذي يزيد من حيرتي أن أباك قد رفض بحزم أن تعودي إلى زيارتها، فلماذا دبر الزيارة الأولى إذن؟ هنا تكمن حيرتي. أحس وكأنه تعمد أن أرى تلك الامرأة. لو كنت مكانك لأهملت الموضوع. لا، لن أهمله. لابد وأن تفعلي يا سلامة. ولماذا أفعل؟ لأن والدك إذا قطع بأمر لا يصح معه جدل. اسمعي. قولي. هل سمعت بسجن من دون حراس؟ كلا. باب ذلك السجن من دون حراس. ومن يحرس سجينة إذن؟ لا أحد. لا أحد؟ على الإطلاق. وخيل إلي وكأن السجين رهن أوامر أبي، وكأنه السجان. فأي سر وراء كل ذلك؟ بالله عليك يا سلامة، أبعدي عن خاطري وخاطرك هذا الموضوع، فنحن لن نأمن غضب أبيك. كنت أفكر بما هو أدهى يا عمتي. وما ذلك؟ أن نذهب معا ونزور السجينة سرا. يا للجنون! أعوذ بالله، أعوذ بالله. ماذا عن هذه المسالك يا رجاء؟ مسالك وعرة. أراك قد أشرت إليها بسهم. لأني اخترتها معبرا لجند الموصل في حال توجيههم إلى قتال الروم. تختار المسالك الوعرة؟ وعن عمد يا مولاي. لعلك ظننت بأن الأعداء سوف يهملون إقامة دفاعات عليها. تماما، لا عدمنا فطنتك يا مولاي. ستعتقد تيودورا ومثلها جورجيوس بأننا لن نطيق عبور تلك المسالك الوعرة. ولكن هذا قد يضعف من قوة احتمال الجند. لا خير في جند تضعف قوة احتمالهم. حسن. وهذا السهم يسير باتجاه جند الشام. أراه إلى شقين. نعم يا مولاي، بموجب خطتي سينقسم جند الشام إلى فريقين، فريق يتجه رأسا عبر حمص فحلب إلى المواجهة، وفريق يتجه بمحاذاة العاصي إلى السواحل. وبهذا تكون جنودنا في جبهات ثلاث: الأيمن جند الموصل، والقلب جند الشام عن طريق حلب، والأيسر جند الشام عن طريق العاصي. فما رأي مولاي؟ أحسنت صنعا يا رجاء، ولكني لاحظت أمرا. وما هو؟ إنك لم تأتي على ذكر جند أشناس ولا إلى جنودي. قد لاحظت هذا أيضا. فما الحكاية؟ لأني أعلم أن مولاي أطال الله بقاءه سيحسم موضوع أشناس لا محالة. كثيرة الأمور التي تحتاج إلى حسم قبل المعركة، وليس أشناس وحده. لا ضل رأيك يا مولاي. فماذا عن جنودك؟ سأبقى هنا في خدمة مولاي رهن أمره وقيد إشارته. لا يا رجاء. إذن يكون ما تريده يا مولاي. خطتك للتعبئة مقبولة، وتعود بها إلى عبد الجبار. عبد الجبار؟ أجل، وقد سبقك أشناس إلى ذلك. أطال الله بقاءك يا مولاي. نحن في معرض معركة، ولست أرى مكانا واضحا لعبد الجبار.
عندما تعود إليه بجندك وخطتك سوف تتبين مكانه. فما علي إلا السمع والطاعة. إني أعلم ذلك يا رجاء. ومتى يريد مولاي أن أجتمع بعبد الجبار؟ بأسرع ما يمكن. هذا زنباع. أبا الفتح، أرى معك هريسة. كيف حالك يا هريسة وكيف حال أمك؟ بخير يا زنباع. يا هريسة، لو تعلمين أي شقاء يعاني طليع الوثاب. سيراني اليوم وأراه. ما الحكاية يا زنباع؟ أنا قاعد مع الغيظ والحسرة والألم يا أبا الفتح. وكيف؟ اشتقت إلى اللحم يا أبا الفتح. قلت أقعد عند الشاطئ بالخيط والشص أتصيد. اصطدت سمكة كبيرة خرجت فوق سطح الماء وأفلتت. يا لسوء الحظ. وها أنا ذا جالس أندب سوء حظي. لولا حرمة سنك لنلت مني صفعة على قفاك يا زنباع. ولما يا أبا الفتح؟ لقلة عقلك وضعف حيلتك. قاتلك الله، هل لا تصيدت أخرى بدل أن تبكي على التي ذهبت؟ أنا جدير بالصفعة يا أبا الفتح. دعك من كبر سني وعنك يؤخذ. هيا يا هريسة. إلى الحوش. سأمر بالحوش، إنما ليس الآن يا زنباع. يا أحبائي، يروى من باب التذكار بشرف الدينار أن الدينار أيام أمير المؤمنين المنصور كان يكفي مهرا لعروس. عروس؟ لماذا لم يتوقف الزمن عند أبي جعفر المنصور وأتزوج أنا؟ أريد أن أفهم يا قطوع. الحكاية كلها في الدينار. الدينار يمحو
العار يعمر دار يشتري جار مثل البردين الجرار الدينار 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 دينار معك في السوق يدعو إليك ب1000 بوق ولك القوة مع الحقوق. لو كان غروب وقلت شروق رسموا شمسا بالبركان. الدينار الدينار يمحو العار يعمر دار يشتري جار مثل البردين الجرار الدينار 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 الدينار. لو كنت من دون ساق أو ولدا شريرا عاق وكنت لصا أو أفاق وجبت بلاد الواق بالدينار تمحو العار. الدينار الدينار يمحو العار يعمر دار يشتري جار مثل البردين الجرار بالدينار تمحو العار بالدينار تمحو العار. زوجوني مهلك يا سنباح، زوجني في الحال ومنك المال، أريد أن أتزوج الآن. زوجوني زوجوني. يا حريش القاطوع، ماذا يا وثاب؟ وجدناك في الأمور خبيرا وفي التعليل قديرا. قل ماذا وراءك؟ رأيت حلما يا قاطوع. لا مانع لدي من أن أبدي وجهة نظري في تعليل حلمك يا وثاب، فهاته بالتفصيل. رأيت فيما يرى النائم أني عند النهر، ماء يجري والخير يجري، ثم ومعي خيط وشص للصيد. أدوات الصيد تعني القوة والكيد وطول اليد. خرجت لي سمكة ملونة. رزقك وجاء إليك، ولكن السمكة قفزت إلى الماء وغابت فيه. خسران مبين. والمفرح أن السمكة عادت إلي من تلقاء نفسها. حظ تحسد عليه. هكذا اللئام، تأتيهم الحظوظ وهم قعود ومن دون قيام. فما تفسيرك يا قاطوع لهذا الحلم؟ أما السمكة فهي هريسة. الله 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 الله، زدني أزادك الله. وإنها قادمة إليك لا محالة. هيا. إلى أين؟ نسرح ونترزق. أم تراك صدقت أضغاث أحلامك وقلت إن السمكة تأتيك من تلقاء نفسها؟ هيا هيا هيا. هذا صحيح، هذا صحيح، ولعلي أجد هريسة سارحة، من يدري. هيا هيا. هريسة، ماذا يا أبا الفتح؟ ما رأيك بالمطعم؟ قد جربناه ولا عدمناه. ملتقى الغرباء وغاية الأغنياء. قد يعرفنا صاحب المطعم. ولا نبالي، المهم المغنم. ففي المطعم نرتع ونسرح ونشبع ونمرح. هل كنت تفضلين أن نصول ونجول بين أبناء المدينة فنقع على من يعرفنا ويكشفنا؟ وما الخطة؟ تكونين لي مخلب القطة. عرفت. فإلى العمل. هيا. وي رجل يحفر قبره بأسنانه وآخر مثلي من الجوع يعض في بنانه. أرأيت يا حفيدتي؟ رأيت. وماذا رأيت؟ هل بعد هذا افتراس وطحن وأضراس؟ وما شأنك أنت؟
بالنصح الصادق أبنت التخمة وخمة، بلاء ونقمة، وبعد حين تصرخ وتئن وتقول لئن ماذا؟ لئن أكلت عنفوني، ويفوت أوان التعنيف وتكون ميتا حتف رغيف. من أنت يا عجوز؟ أنا الماء البارد في تموز، أنا من شاب وتاب وعرف الراكض الوثاب، وقرأ من التصانيف 1000 كتاب، ولديه لكل سؤال جواب. عرفت الدين والدنا وما قرب وما دنا، والجاني وما جنى، ومن افتقر ومن اغتنى. فهل بعد هذا من أنا؟ اجلس واجلسي، ومن الهريسة هرسي، ولا تتقاعسي. تبدو كالشاعر. شاعر نظيف، جعلت همي في الرغيف. وهذه؟ حفيدتي فاطمة، وشقيقها سعيد مقعد في البيت البعيد. رحم الله من حج في جراب مكارمه، رحم الله من رثى لسعيد وفاطمة. إنه خادم لكم، وهي لا شك خادمة. أنا فاطمة. يا عجوز أبشر بالفرج. تحدث ولا حرج. لي عندك طلب. أمر قد وجب. بعد الطعام تفضلوا. موافق وعلى ما يرام. علة الشباب يا ولدي في التهور والاندفاع وعدم الروية. لولا التهور لكانت حياة الناس شبابا من البداية إلى النهاية. العكس هو الصحيح يا أبي. وهذا دليل التهور. يكفي أن تغالطني لتكون متهورا. أريد أن أدفع عن نفسي وعن شبابي ما تتهموني به. لن تجد من هو أكثر مني صبرا وروية. ليست العبرة في الذي تدعيه وتنسبه إلى نفسك، وإنما العبرة في الذي أراه منك ويصدر عنك. حسن، أنا صاحب حاجة، وقديما قالوا صاحب الحاجة لجوج. هذه كلمة حق، وأنا لا أطلب منك إلا أن تكف عن هذا اللجاج وأن تصبر. يا أبي يا أبي، قد وعدتني أن تتقصى أمر عبد الجبار، وحتى الآن لم تفعل شيئا، فإلى متى سأصبر؟ ومن قال إني لم أبدأ؟ هل تعني فعلا بأنك قد بدأت بالتقصي عنه كما وعدتني؟ بالتأكيد. أنت قائد عظيم، لا عجب إذن بأنك قد ربحت معارك عدة. وليكن في علمك أني بدأت أهتم جديا بعبد الجبار لاعتبارات أخرى بعيدة عن موضوع زواجك من سلامة. ما هي يا أبي؟ قضايا تتعلق بعملي وليس لك فيها يا مراد. سمعا وطاعة. أفسح الطريق يا رجل. اسمع يا وثان، ماذا يقطع؟ هذا المكان جيد، نقوم بالخدعة الآن. إذا سأبدأ. ماذا أنبئك؟ حذاري أن تؤذيني وأنت تنهال علي ضربا. اطمئن يا قطوع، اطمئن. اسمعني. بماذا؟ خذ هذه الحصاة الغليظة. هذه هيا. أيها الناس، أيها الناس، أيها الناس، يا توأم إبليس، يا توأم إبليس، يا صاحب الإفك والتدليس. تعتدي على عجوز لا يقوى على حبل كوز، هذا أمر لا يجوز. هونك أيها العشاق. عجوز الناس شاب وما تاب، عجوز الناس، عجوز الناس شاب وما تاب. يملك الميت. يا ليت يا ليت يا ليت. أعينوه أعينوه. الله الله الله. الحمد لله. والآن
جاء أوان الجد وحان. الحرام حرام، ولا يجوز للكرام وتأباه حتى اللئام. بالتمام. والحلال؟ الحلال زلال صاف ومواف. أريد أن أخطب إليك حفيدتك فاطمة. هي الظافرة بذلك والغانمة. لولا أنا أولى. قلت لولا. لولا ماذا؟ لولا ما بك يا فاطمة؟ ما الكارثة؟ وما الطامة؟ ماذا أشرح وماذا أقول؟ والشرح يطول. فاطمة تعمل خادمة. خادمة؟ وكيف؟ بسبب الفقر والفاقة والعدم والعدم لا جمل لنا ولا ناقة. ولكن يمكنها الزواج. نعم نعم، نحن أصحاب ذمة نحفظ الفضل والنعمة لمولاها. رهن ب100 دينار. فك أسري واجعله من مهري. خذ، فك عنها الأسر. انتظري هنا، أعود العصر. أعود العصر. يا أهل الحوش، يا كتوعة، يا زنباع، هذا قتل واغتيال. أريد نصف المال في الحال. اهدأ، أنا من صار وجال وتطلب نصف المال؟ تعال اتركني. نصف المال بالتمام والكمال. اتركني. قد يجمع المال غير آكله ويأكل المال غير من جمعه. سيدي ومولاي. ماذا؟ أيتها الآبقة المنافقة، ماذا؟ قد سمعتني. سمعتك وأسمع، ولكن من أنت؟ أنا مولاها. ماذا؟ الصفح يا مولاي. قدامي إلى البيت. وأنا لابد وأنني في حلم. من هذا الأمير يا هريسة؟ سبحان من لونه وكونه. لابد أن أفهم وإلا جننت. من هذا؟ الإسكندري أبو الفتح. وي هي قصة موضوعها إنسان تسمو العواطف فيه والوجدان.
قصة موضوعها إنسان تسمو العواطف فيه والوجدان تبدو عليه مكارم وشمائل قد خصها في شخصه الرحمن ذودا عن المستضعفين ونصرة للحق لا إثما ولا عدوان هذا هو الإسكندري بعينه تسكو الجراح عليه والأحزان يقسو عليه هوى ابنة في قلبها ببني أشناس الأسى فقالوا يا حسن حب ليس فيه مواجع بأب تشب بقلبه نيران